الكابتن خالد الغندور اللي طالع امبارح بيقول لك المباراه لو هيتم حسمها بنشوط واحد الاهلي كان هيكون عاشر الدوري. تخيل ان قصده يعني ان الاهلي ما بيجيبش اجوان في الشوط الاول وبيكسب المباراه في الشوط الثاني. طيب يا عم هقول لك، ما انت اول الدوري حسمت نقاط المباراه امام البنك الاهلي في الشوط الثاني بعد ما كان تعادل 2-2، وحضرتك كسبت بضربات الجزاء بتاع حكم الاحتواء محمد عادل واخدت الثلاث نقاط. ده غير مباراه الاتحاد السكندري تم حسمها في الشوط الثاني بعد طرد لاعب من المنافس، ومباراه سموحه حسمتها برضه في الشوط الثاني. واغلب المباريات اللي انت لعبتها فيها بقى التعادل وفيها الخساره، عايز اقول لحضرتك من الاخر كده كان بيتم حسمها في الشوط الثاني. مفيش غير مباراتين وكان فريق قدامك ضعيف وتم طرد لاعب في اول 5 دقائق من المباراه، عشان خاطر كده سجلت 3 اهداف. لكن انت الموضوع كله ده تركه ورايح تتكلم عن النادي الاهلي. زي مثلا امبارح جبت الحكام كلهم وجبت يعني الناس تسالهم في التحكيم ان الجونه لهم ركله جزاء او لا، مع ان مباراه الجونه والاهلي اصلا اتحسبت 2-0. يعني لو دي اتحسبت ركله جزاء وحسبت على النادي الاهلي كان برضه تنتهي المباراه 2-1، فعادي ما فيش مشكله. لكن في مباراتك انت النهارده اللي كان فيها اصلا طرد مستحق وانت كسبان 3-2، كان فيها طرد مستحق وكان فيها ركله جزاء وكان فيها لاعب المفروض ياخد طرد بعد الحكم ما اتغاضى ان هو اعطى له كارت احمر وبعد كده رجع اداله كارت اصفر عشان يقعد في المباراه وما تلعبش ناقص. ما هو من الاول والاخر كده انت مش بتكسب غير بالتحكيم.